وأثني بحمد الموارد صادقة هنيا منتفعا من الشكر جميع المطايا وأصلي وأسلم على النور المصروف بالتقدم والأولية المنتقي بالقار الكريم والجباه واستغفر الله تعالى رضوانه مسلمة الطاهرة النبوية ويوم الصحابة والأتباع وموالا واستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وعند من الغواية بكتاب القضاء وقضاه وعنصر من كسب الروح النبوي برولا حسانا أبطاريا ناجما من النسب الشريف قلب محل النساب من الأولى واستعينوا بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وبعد فأقول وسيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد من الاتصال والثانية ابن هاشم اسمه بن عبد المناف واسمه المغيرة الذي ينكر الارتقاء للهدى ابن قصي واسمه جميع اسمه قصي وتصف بداية قدرة قصية إلى أن عاده الله تعالى إلى الحرم الكرم فحما حما ابن كلاب واسمه عقيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهد واسمه قريش وعلي بن سبور البطون القرشية وما فوقه كناني كما من عليه الكثير والكرم ابن مالك بن نضر بن كنانة بن مزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أحدى الحسنى إلى الرحاب الحرمية وسمي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى ولك ابن مدار بن رجال بن معد بن يدنان هذا سلك ندمت فرائد ونسرة الثانية ورفعه إلى الخليل إبراهيم أمسك عن الشهر المعاوة وأنان برابع نسب الغلو النسبية إلى سبي إسماعيل نسبة ومن كان فاضل به من أهل الدولة الدولية وكيف لا سيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقى نسب تسير الله بالله كذلك الجنوب والجوزاء به اليتيمة الأسماء واكرم به من نسب دهر الله تعالى بسبع الجاهلية وأرسل الركب والكمال هدي والروى أبدا إلى كرامة لمحمد أنزل صلى الشيطان والشفاء والحسن والأرض الأنام وإلى أبيه وأم صلاة سلام وفيها سرور مبيا وبدر بدر في كمين يبدي المطلب وابنه أحمد الله اللهم كبره الكريم بعرش سليم صلاة وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقة المحمدية وإظهار مجسما وروحا بصورته ومعنى نقله إلى مقره بصلبة عمية الزهرية وحصل القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفى ورضي للسماوات والأرض بحمدها بأنواره الذاتية وصلى كل صف لحب النصيب سبا وقسيت الأرض بعد طول جدلها من نبات ملا صادسية وعنعت الثمار وعدنا سكن جانا ونطق في حمله كل دابة لقريش بقياس من أرضها وحرت العسيرة والأسلام على الوجوه والتقوى وتواشرت وحوش المشارق والمغارب والدواب والبحرية واحتزت الأبانك من الشرور كالسن الحمية وبشرت الجن بإقلال الثماني وانتهكت الكهنة رهبة الرحمانية
وتم من حمله شهران على مسهور الأقوال المروية. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكانت كلية سابق وببني عدي من الطائفة النجارية، ومكث بهم شهر الشك من يعم شكما وشكوى. ولما تم من حمله على الرجيه 9 أشهر قمرية، وعلى 8 ينجلي عنه صدى قدره ليلة مضياسية ومريم بنسوة من القادرة القدسية. وعند المحل قالت صلى الله عليه وسلم نورين تلألأ. وتوسل إليك بالشرف الذات المحمدية، ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه، وبعلي كواكب البرية وسبيلات السلامة والنجاة، وبأصحابه بالهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله، وبحملة شريعته وللمناكب المسلوسية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله، أن توفقنا بالأقوال والأعمال للإخلاص النية، وتنيا بكل من الحاضرين والغائبين مطلبه وهداه، وتحلصنا من عكس الشهوات والأهواء القلبية، وتحقق لنا من الأعمال ما بك ولنا، وتحقق لنا من الآمال ما بك ولنا، وتحقق لنا يا مولانا من الآمال ما بك ولنا، وتكفينا كل مدلهمة وبلية، ولا تجعلنا ممن أهواه الهوى، وتدري لنا من حسن اليقين كتوفا دانية جنية، وتمو عنا كل ذنب جنينا، وتمو عنا يا مولانا كل ذنب جنينا، وتستر لكل منا عيبه وعجزه وحسره وهيا، وتسهل لنا من صالح العمل مع التسرى، وذم جمعنا هذا من خزائن بنجك السنية برحمة ومغفرة، وتلم ما سواك بنا. اللهم إنك جعلت لكل سائل مطرا ونسيا، ولكل راج معما له فيك رجاء، وقد أسألناك رجيل مواهبك الدنيا، وهيئ لنا منك رجونا، فحقق لنا ما منك رجونا، فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا. آمين. اللهم آمن الرعاة وأصل الرعاة والرعية، وعدم لأجر من جاد لهذا اليوم وأجرا. اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام آمنة رخية، واسقنا كيسا يمسي سيفه سلسل وربا، واغفر للناس بهذه الورود المحببة المولدية سيدنا جعفر من البزج نسبة والمهتمى، وعقدنا الموت بقربك والرجاء والأمنية، واجعل مع المقربين وكيله وسنة، واستر له عيبه وعجزه وهشره وليا، وكاتبها وقارئها ومن نصر إليه سمعا
ووالا وسلبت العسل من وصف ذبي بقرة جوهرية وتحلت